السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو لأكلة المستعجلين، وأكلة مش بيختلف عليها اتنين. هنعمل مع بعض الرز ريزو ومعاه ستريبس، وكمان هقول لكم الصوص اللي بيتحط مع الريزو والكول سلو كمان بتتعمل ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو، انا مروة صبري ودي قناتي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. اول حاجه بجيب الحله بتاعتي، بحط فيها زيت وبصلايه مفرومه ونص معلقه من الثوم المهروس، ومعاهم فلفل اسود. بحط بقى عسل اسود وكاتشب وباربيكيو صوص، وكمان بحط معاهم صويا صوص. بحط كل المكونات دي كده مع بعض في الحلة على الزيت، ومش بدي فرصة للبصل ولا للثوم ان هما يتحمروا. انا بس مجرد ما بحطهم وبقلب كل الخليط ده كده مع بعض، مش بسيبه حتى يتحمر، انا بس بخليه يدبل شوية، وبعد كده بنزل عليهم بالمية المغلية. هنزل بقى بالرز الابيض بتاعي، رز ابيض مصري مغسول. بحطه على الخليط ده كده، وبظبط الملح بتاعي، بس حاولوا ما تكتروش الملح لان الصويا صوص بتبقى حادقه، والصويا صوص اللي انا مستخدماها صويا صوص غامق. وبعد كده هغطي عليه لحد لما يستوي. وشايفين لون الرز وجماله، هو نفس الرز بتاع كنتاكي، الرز الريزو بتاع كنتاكي. علشان بقى احضر الصوص بتاعي، حطيت كاتشب وعسل وصويا صوص غامق، وكمان هحط صوص الباربيكيو. هي نفس الصوصات اللي انا حطيتها في الرز، بس هزود عليها بقى شوية بهارات. هزود ايه بقى؟ هزود نص معلقة من الثوم البودر ونص معلقة من البصل البودر، وكمان هزود عليهم شطة لان الصوص ده بيبقى سبايسي، او لو عندكم اللي هو الفلفل التشيلي اللي بيبقى خشن شوية برضو ممكن تضيفوه يبقى احلى. ولو مش عايزينه بقى سبايسي ما نضيفش الشطة ولا الفلفل اللي هو الحامي. علشان اعمل الكول سلو انا هاكلها في نفس اليوم، فجبت نص كرومبايه كده، ده حجمها. هقطع جزء منها شرايح رفيعة خالص، والجزء التاني هقطعه بالكبة، وكمان هفرم الجزر في الكبة كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا علشان هاكله في نفس اليوم فانا عايزاه ينزل السوائل بتاعته اسرع. لو هاكله تاني يوم فممكن اقطعها كلها شرايح وابشر الجزر كده بالمبشرة. هحط بقى معلقتين كبار من المايونيز، وعليهم كوبايتين من الزبادي، ممكن ازود شوية من اللبن، وهحط كمان سكر او عسل ابيض. بس هي دي الصوص، بيبقى الاربع مكونات دول بس. هقلب كل الخليط ده كده مع بعض، وبعد كده هضيفه على الكرنب وعلى الجزر، وهقلبهم كلهم مع بعض. وعايزه اقول لكم السلطه دي كل لما بتقعد في الصوص كل ما الطعم بتاعها بيبقى احلى. وبتنزل بقى الكرنب والجزر بينزلوا السوائل اللي فيهم، وبتبقى الطعم بتاعها احلى. علشان كده انا عملت جزء منهم بالكبة علشان هاكلها النهارده، فعايزه السوائل تنزل بسرعه. طبعا الستريبس انا مجهزاه عندي، بجهزه على طول اول الشهر يعني بجهزه بالكميه، وبحطه في الفريزر وبطلعه وقت ما بكون بستخدمه. هسيب لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف تحت الفيديو بتاع الستريبس اللي انا كنت عاملاه. شايفين القرمشه اللي فيه؟ شايفين؟ ولونه كمان حلو قوي. بحمر بقى كده الستريبس على طول، وكده الاكله بتاعتي بقت جاهزه بالظبط. انا بعمل الاكله دي ما بتكملش نص ساعه، لان طبعا الستريبس عندي بيبقى جاهز، وحتى لو هو مش جاهز برضو مش بياخد وقت خالص. وكده الطبق بتاعي خلص. ممكن بقى نقدم الرز مع الستريبس متقطع كده، ودي طريقة انا بفضلها، وممكن نسيبه سليم مع الصوص ومع الكول سلو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو محتاجين اي سؤال ممكن تسيبوهولي تحت في التعليقات. ونقول سلام.